إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء حفلنا الكريم هكذا التواصل والتحدي يستمر ويستمر. ترحيبنا بكل الحاضرين والمتابعين وكذلك ضيوف هذا الميدان. شاهدنا الشوط العاشر واستطاع ظبيان ان يهدي الفوز والناموس لحمد بن عبيد بن طهميمه العامري. سلام يا بن زعيل بسلام لذلك الفوز، وسلامي لظبيان من قدم مستوى جميل ومميز من خلال التحدي للشوط الماضي. نتابع الشوط الحادي عشر الذي انطلق منذ لحظات، شوطا يحمل انطلاقة فئة الابكار. زرياف عبيد بن بخيت بن السيل العامري خذت المركز الاول. الظفرة في المركز الثاني. سيف بن علي بن سالمين المزروعي تليها على المركز الثالث. هذه مشاهدين الاعزاء الظن علي بن مسلم بن سالم المنصوري. بينما نتابع ايضا في المركز الرابع اصبح بالنصيب باركلين سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي، وتدخلت هزر محمد بن مبخوت بن غموشه العامري يتدخل مع هزر في هذا الشوط. بينما شعار بن دري ايضا متواجد. منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري ياتينا من الجانب الاخر مع ايضا القادمه في هذه اللحظات. وهنالك مشاهدينا الاعزاء من تدخلت وانطلقت. يا سلام يا سلام، يبدو لي شعار المسافري عتيق بن علي بن هزيم بن محمد المسافري ياتينا من خلال هذا التحدي، وكذلك وصول الشعارات التي انضمت من خلال هذا التحدي. الله على الاسامي والشعارات المنطلقه. بخيت بن محمد المنهالي يتدخل ايضا بشعاره الجميل، وكذلك ايضا ارهوه سالم ايضا بن بقاش يتواجد مقدما. ارهوه في هذا اللقاء الجميل. شوفوا من الجانب الاخر وصلت متابعينا الاعزاء القادمه شوك شليويح بن مطر بن سيف المنصوري يتدخل بشوك كاول اذاعه لهذه التحديات. وصلت نوايد راشد بن محمد بن عيلان المنصوري يتدخل بنوايد، وايضا انضمت سهره الدحام بن سالم بن سعيد المزروعي. كل الاسماء قادمه، كذلك عجائب علي بن مبخوت بن صالح الكربي. الله على الاسامي والشعارات التي بدت بالانطلاق، ولكن عودتنا دائما الى الصداره، الى موقع الانتصار والناموس والكيلو المتر الاخير والنهائي في هذا التحدي. وشاهدوا زرياف على البدايه. عبيد بن بخيت بن سيل العامري يسيطر مع زرياف المسيطره، ويا ما سيطرت ويا ما اخذت الناموس. زرياف تتالق في هذا التحدي في هذا اللقاء الممتاز. ولكن المركز الثاني الظهره سيف بن علي بن سالمين المزروعي. المركز الثالث وصلت ارهوه سالم بن بقاش يصل يعلن حضوره. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مع ارهوه خطيره قادمه على المركز الثاني في هذه اللحظات. والمركز الثالث شوفوا نوايد راشد بن محمد بن عيلان المنصوري بن دري قادم في المركز الرابع مقدما ايضا هذه الانطلاقه. منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. الامتار الاخيره من غيرت سالم بن بقاش غير مع النتيجه مع ارهوه سالم بن بقاش بن قرش ايضا يتواجد على هذا التحدي. يا سلام يا بن قرش على البدايه على المقدمه. يا سلام سالم بن بقاش بن قرش على بدايه الشوط المركز الاول. ارهوه والمحاولات ايضا من نوايد راشد بن محمد بن عيلان المنصوري بن دري في المركز الثالث. يا سلام يا سلام امتار الاخيره امتار الفوز. ارهوه سالم بن بقاش على بدايه الشوط على المركز الاول مع ارهوه تهانينا والناموس. سلام على هذا الفوز والانتصار مع ارهوه التي نالت على شرف التحدي رغم الضغوطات اللي استمرت من بدايه الشوط. ولكنها ارهوه
سالم بن بقاش بن قرش يتعلق في هذا الشوط. المركز الثاني جاءت مشاهدينا الاعزاء نوايد راشد محمد عيلان المنصوري، والثالثه هنالك الدخول ايضا من شعار منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، ورابعا زرياف عبيد بن بخيت بن سيل العامري. والمركز الخامس متابعينا مشاهدينا الاعزاء شوط شليويح بن مطر بن سيف المنصوري. نشوف التوقيت 4 دقائق 30 ثانيه اجزاء من الثانيه. هذا هو